أنا عمكم سامي، وهاي فقرة على المكشوف الجزء الأول. 5 شخصيات سياسية اختلسوا أموال من الدولة العراقية. خامسا، سعدون الدليمي، المنصب وزير الدفاع الأسبق، المبلغ المختلس 150 مليون دولار. رابعا، فلاح النقيب، المنصب وزير الداخلية الأسبق، المبلغ المختلس 200 مليون دولار. ثالثا، أيهم السامرائي، المنصب وزير الكهرباء الأسبق، المبلغ المختلس 300 مليون دولار. ثانيا، عبد الفلاح السوداني، المنصب وزير التجارة الأسبق، المبلغ المختلس 1 مليار دولار. أولا، نور زهير، الصفة رجل أعمال مرتبط بجهات سياسية. القضية سرقة الأمانات الضريبية، سرقة القرن. المبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي. ملاحظة: أكبر قضية اختلاس موثق بتاريخ العراق الحديث. طبعا وصلت لنهاية المقطع يا صديقي، فأنت مستمع جيد. تابعنا حتى تعرف ايش صار بالعراق.